السلام عليكم يا بنات. طبعا الحمص الشام الراعي الرسمي للشتاء. يلا بقى نعمل لنا كوبايه حمص الشام بالشطه والليمون في ايام الشتاء وايام المذاكره والامتحانات، تدينا طاقه وتدفينا ومغذيه. تعالوا معايا بقى نشوف الطريقه والمكونات ايه. معايا الحمص الشام متنقي ومغسول ومنقوع. يلا بقى نشتغل فيه على طول. الحمص طبعا بيتسلق على النار، ومعانا بقى بصل، طماطم، جزر، توم، والتوابل بقى ملح، كمون، معلقه شطه، ومعلقه بابريكا تعزز اللون. تمام. يلا بقى نضربهم في الخلاط ونحطهم على الحمص. الحمص خلاص اهو استوى اهو. هضرب بقى المكونات بتاعتنا اللي هي الطماطم والبصل والثوم والجزر، واحط التوابل عشان نعمل احلى كوبايه حمص الشام. ضربنا المكونات بتاعتنا، هنحطها بقى على حمص الشام. وهنحط التوابل، نعلق بقى عليها تاني على النار لمدة 5 دقايق، وبعدين نرجع نقدم كوباية حمص الشام بتاعتنا. وبكده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهاردة. عملنا حمص الشام طريقة سهلة وبسيطة، ومعاها الدقة بالشطة والكمون والليمون. حمصة ما شاء الله مستوية وتحفة. عجبتكم الوصفة، عجبتكم الطريقة، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصلكم منا كل وصفة جديدة سهلة وبسيطة. السلام عليكم.